أبدأ. الشرعية القائمة اليوم في اليمن والتي ترتكز عليها شرعية كافة الهيئات بما في ذلك مجلس النواب والحكومة هي شرعية الثورة. شرعية الثورة جسدت في اتفاقيتين أو اتفاقين. الاتفاق الأول هو اتفاق المبادرة الخليجية، والاتفاق الثاني هو اتفاق آلية نقل السلطة. ولهذا السبب استمر مجلس النواب واستمد شرعيته من ذلك، وبالتالي لم تعد هناك أقلية ولا أغلبية في مجلس النواب. أي قرار لا يكون باسم مجلس النواب ولا يكون شرعيا إلا بالتوافق بين كتل مجلس النواب المختلفة. ما قام به فريق النظام السابق برئاسة الراعي عادوا إلى الانقلاب الذي قاموا به على شرعية التوافق عام 2010 قبل اندلاع الثورة تقريبا بشهر ونصف، واعتبروا أنفسهم مجلس النواب، وبالتالي بنقضهم لشرعية وجودهم ليس لهم شرعية بالأصل، ليس لهم شرعية لأن يعملوا باسم مجلس النواب ويصدروا قرارات مجلس النواب. أنا كوزارة شؤون قانونية معني بتقديم القوانين، ومعني أيضا بالقوانين التي توقع من رئيس الجمهورية بإصدارها. أبلغت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأنه ما يحال من فريق النظام السابق غير مقر من مجلس النواب، وبالتالي هو غير شرعي ولا يجوز التعامل معه على الإطلاق، لأن التعامل معه يعني تعطيل لشرعية المرحلة بكامله وتعطيل لكل شرعيات كل الهيئات. وأبلغت هذه المجموعة نفسها بأنه لا يجوز أن أحضر إلى مجلس النواب لعرض القوانين، لأن هذه الاجتماعات غير شرعية، اجتماعات حزبية، ويجب أن يعملوها في مكان آخر غير مكان مجلس النواب. هذا كل ما في الأمر. لكن لأنه فريق النظام السابق يريد أن يحل شرعية النظام السابق الذي سقط بثورة محل شرعية الثورة ومحل شرعية المرحلة، أراد أن يزيحني من طريقه، أو يعتقد أن بإمكانه أن يزيحني من طريقه. لا يستطيع، لأنه أنا أمثل شرعية الثورة وهم يمثلوا شرعية سقطت بثورة. كيف؟